أهلا بيكم، معاكم مروة صالح وشخصية مؤثرة. شخصية حلقتنا هو روبرت أوبنهايمر أو أبو القنبلة الذرية. كان أوبنهايمر فيزيائي استثنائي، ظهرت عبقريته العلمية في سن مبكر. اتولد روبرت في مدينة نيويورك عام 1904 لعائلة يهودية مهاجرة من ألمانيا. كان محب للعلوم والمعادن وراسل نادي علوم المعادن في نيويورك، واللي أعجبوا جدا بكتاباته وأفكاره ودعوه لإلقاء محاضرة ولبى الدعوة. وتفاجئوا إن اللي كان بيراسلهم طفل عنده 12 سنة. درس أوبنهايمر الكيمياء في جامعة هارفارد وتخرج وحصل على المرتبة الأولى بعد 3 سنوات، وسافر إلى المملكة المتحدة لدراسة الفيزياء، وهناك بدأت أبحاثه عن الذرة. وبعد عام سافر إلى ألمانيا ودرس في جامعة جوتنج، وبدأ الاختلاط بعلماء مرموقين في العالم أجمع، وتم اختياره في مشروع منهاتن لصناعة القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية بميزانية 2 مليار دولار. ونجح روبرت في صناعة القنبلة الذرية، وكانت أول تجارب للسلاح النووي عام 1942، وسقطت القنابل على اليابان ومات مئات الآلاف من البشر. أوبنهايمر حس بالندم الشديد والحزن بسبب الدمار والموت، وقال عن نفسه: الآن أصبحت أنا الموت ومحطم العوالم. توفي روبرت بعد صراع مع السرطان عام 1967.